يا كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، وفي صباح يوم بارد من أيام الخريف، كان الندى يتلألأ على أوراق الشجر كحبات لؤلؤ تساقطت من السماء، فيما أشرقت الشمس خجولة تغمر القرية بأشعتها الذهبية. خرج حسان راعي الغنم الهادئ برفقة قطيعه. كان رجلا بسيطا ذو وجه مسالم وعينين تحملان عمقا يعكس تجاربه، شاب يفيض قلبه بحب الريف والبساطة، يهوى الجلوس على التلال متأملا الطبيعة الخلابة من حوله. وبينما كان حسان يجلس مستندا إلى عصاه الخشبية يراقب أغنامه وهي تتجول، لفتت انتباهه شاة صغيرة ذات معطف أبيض وكأنها قطعة من سحاب السماء. بدت تلك الشاة مختلفة، دائما ما كانت تتصرف بعناد، تجري هنا وهناك وكأنها تبحث عن شيء مفقود. ضحك حسان وقال بصوت عال: أيتها الشقية، إلى أين تذهبين هذه المرة؟ هل تعتقدين أنني سأركض خلفك في هذا البرد؟ لكن الشاة لم تأبه لندائه، بدأت تهرب بشكل عجيب، تقفز بين الصخور بخفة وكأنها تعرف وجهتها، تاركة القطيع خلفها. حاول حسان إيقافها بصراخ: عودي أيتها الشقية، قطيعنا هنا وأمامك طريق مليء بالتلال الوعرة. لكن الشاة كانت مصممة على المضي قدما، وهو ما أثار فضول حسان، فقرر أن يتبعها بخطوات مترددة. عندما اقترب منها تبادل معها نظراته المتسائلة وكأنه يحدثها دون كلام. ماذا هناك يا ترى؟ ما الذي يدفعك للهروب بهذا الحماس؟ استمرت الشاة في الركض بين الزهور البرية وتجاوزت حواف الصخور، بينما كان حسان يتبعها بخطوات متسارعة، وعيناه تلتقطان جمال الطبيعة حوله، التلال الشاسعة والتي تتموج بلطف، والسماء الصافية والتي تضيف لمسة من الصفاء على الأرض. بينما استمر بملاحقتها لاحظ أن الطريق أصبح أكثر غرابة، حيث وصل إلى منعطف لم يسبق له أن رآها. كان هناك ممر ضيق يقود إلى سفح تل مغلق بكتل صخرية ضخمة، تشعرك بأنك في عالم منفصل عن القرية. توقف حسان قليلا مستجمعا أفكاره، ثم ضحك وقال مبتسما: حقا إنك أفضل مرشدة سياحية قد رأيتها في حياتي، حتى في هذا العمر ما زلت قادرة على مفاجأتي. لكنه شعر بشيء من الرهبة، فالمكان بدا وكأنه يحمل سرا. تساءل بصوت منخفض وكأنه يحدث نفسه: ترى ما الذي يمكن أن يوجد خلف هذا التل؟ لماذا أشعر وكأنني على مشارف اكتشاف لم يسجل من قبل في القرية؟ بعدما تبع حسان شاته الهاربة نحو المنعطف، وجد نفسه في مكان لم تطأه قدمه من قبل. بدأ المكان يأخذ طابعا غريبا وماهبا، صخور شاهقة تحيط بالطريق من كل جانب، وحفيف الرياح بين الحشائش والنباتات البرية يضيف نغمة غامضة وكأنها همسات أسلاف نسيت قصصهم عبر الزمن. وقف حسان متأملا، شعر بخفقان قلبه يتسارع وكأنه على وشك مواجهة شيء عظيم. بدا له أن هذا المكان لم يكن مقصودا لأي أحد، وكأنه حفظ بأسراره للطبيعة وحدها. وببطء نظر حوله وقال بصوت خافت: سبحان الله، كأن هذه الصخور هي حراس لمكان مخبأ منذ آلاف السنين. ترى أين ذهب بك هذا الفضول أيتها الشاة الشقية؟ واصل السير ببطء مستندا إلى عصاه، يتتبع آثار أقدام الشاة
التي قادته عبر المسار الضيق نحو منطقة أكثر كثافة في الظلال، حيث الأشجار تبدو وكأنها عتيقة وممتدة بجذورها إلى قلب الأرض. أطلق زفرة صغيرة وضحك في نفسه وقال: عجبا، حتى أغنامي تنقلب إلى مغامرين في هذا اليوم، لا ينقصني سوى أن أجد كنزا مدفونا هنا. وبينما هو غارق في أفكاره سمع صوت خرير ماء بعيد وكأنه ينبعث من مكان مخفي خلف إحدى الصخور. تساءل بدهشة: يا ترى هل يخفي هذا المكان نهرا سريا أم أنني بدأت أتوهم؟ وبينما كان يهم بالاقتراب فاجأته الشاة الصغيرة مجددا، إذ خرجت من خلف صخرة والتفتت إليها وكأنها تسأله: هل ستواصل الرحلة معي؟ ابتسم حسان وضحك قائلا: أيتها الشقية، تبدين وكأنك تعرفين كل تفاصيل هذا المكان، لولاك لما كنت هنا. صار خلفها بخطوات مليئة بالإثارة، ومشاعر الحذر والتشوق تتصارع في داخله. كان يتخيل نفسه بطلا في قصة خيالية يجتاز الطرقات الوعرة للوصول إلى نهاية مجهولة. فجأة وبلا مقدمات توقف عند منعطف جديد، حيث اكتشف أن الطريق يقود نحو مدخل كهف هائل ومظلم محفور في قلب الجبل. توقف لوهلة فاغرا فاه من الدهشة بينما عيناه تتأملان المدخل الغامض. تردد قليلا قبل أن يتحدث إلى الشاة وكأنه يتشاور معها: حسنا، أظن أنني لا أستطيع العودة الآن. ما رأيك أيتها الصغيرة؟ هل نغامر وندخل؟ تأملت الشاة وجهه بنظرة تبدو كأنها موافقة صامتة، مما جعله يشعر بدفعة من الثقة، فخطى بخطوات حذرة نحو مدخل الكهف متمتما: ليكن، لعل القدر يحمل لي مفاجأة تستحق هذه المغامرة. خطى حسان بحذر إلى داخل الكهف، حيث كان الظلام يغلف المكان بهدوء غريب، لكن عينيه المعتادتين على مسارات الليل سرعان ما تأقلمتا مع الظلال. كان المكان هادئا يتسلل إليه صدى خطواته، كما لو أن الجدران الشاهقة تهمس بأسرار قديمة نسيت على مر الزمان. نظر إلى الشاة الصغيرة التي تتبعه بلا تردد وهمس لها مبتسما: يبدو أننا في مكان لم تطأه قدم إنسان منذ زمن طويل، أليس كذلك أيتها الشقية؟ أظن أننا اكتشفنا عالما جديدا اليوم. وبينما كان يمشي لاحظ تفاصيل الكهف. جدرانه مليئة بنقوش قديمة تشبه الرموز وكأنها كتبت بلغة لا يعرفها. كانت هناك أعمدة حجرية مائلة ومداخل أخرى مظلمة تتفرع من مساره، لكن انتباهه توقف فجأة عند همسات خافتة بدت كأنها قادمة من أعماق الكهف. تملكه الفضول، لكنه في ذات الوقت شعر برهبة كبيرة، وبنبرة ساخرة ليواري بها قلقه تحدث إلى نفسه: حسنا يا حسان، أنت هنا بفضل شاة هاربة، يا لك من مغامر شجاع. في تلك اللحظة مر نسيم بارد من عمق الكهف كأنه يرحب بزائر جديد أو يحذره. وبينما كان ينظر ويترقب سمع صوتا غريبا يتسلل من بعيد، صوت أشبه بفتح باب عملاق يئن تحت وطأة الزمن. ارتجف قلبه للحظة، لكنه تمالك نفسه وهمس بفضول قائلا: يا ترى هل هذه الأصوات حقيقية أم أنها مجرد أوهام؟ وما هي إلا لحظات حتى وجد نفسه أمام جدار صخري ضخم يقف سدا بينه وبين ما بدا أنه امتداد أعمق للكهف. توقف يتأمل الجدار، لكنه لاحظ شيئا غير عادي.
كانت هناك فجوات صغيرة منحوتة على سطحه، وكأنها بقايا آلية غريبة. فجأة تذكر حكايات قديمة سمعها عن كهوف مليئة بالكنوز تفتح بكلمة سرية. نظر حوله وقال ضاحكا مخاطبا الشاة: ربما أحتاج أن أقول افتح يا سمسم، أليس كذلك؟ وبكل دهشة بدأت الصخرة الضخمة تتحرك ببطء لتكشف عن ممر آخر مظلم. كان المشهد كالحلم، الجدار الصخري ينفتح أمامه كاشفا عما بدا أنه قاعة شاسعة تعلق ببريق خافت في الهواء، وكأن هناك نجوما تضيء تلك العتمة بألق خافت. لم يكن حسان مصدقا لما يرى، لكنه استجمع شجاعته وحمل عصاه بإحكام، ثم دخل بخطوة بطيئة إلى القاعة. تابع الشاة والتي كانت تتقدم وكأنها تعرف طريقها. أخذ ينظر حوله بدهشة وهمس لنفسه قائلا: ماذا أرى؟ إن كان هذا حلما فليته لا ينتهي أبدا. وبمجرد أن دخل حسان القاعة الواسعة التي انكشفت أمامه، شعر كأنه قد دخل إلى عالم سحري، حيث انعكست أضواء خافتة من جدران الكهف، وكأنها تتراقص بهدوء ملقية ظلالا غامضة. كان المكان مذهلا، الأعمدة الحجرية المرتفعة تقف شامخة كأنها تحرس هذا السر الدفين، والأرضية مغطاة بطبقة رقيقة من الغبار تحمل آثارا قديمة لأقدام بشرية، مما أثار فضوله وزاد من إحساسه بالعظمة والرهبة. بدأ يتقدم ببطء وعيناه تتجولان في كل ركن، وفجأة استوقفه شيء لامع عند منتصف القاعة. كان صندوقا خشبيا مخطا بزخارف ذهبية ومربوط بسلاسل صدئة. ابتسم حسان وهو يهمس لنفسه: هل يعقل أن تكون هذه هي أولى الكنوز؟ أو ربما هي مجرد حيلة لاختبار جرأتي. وبينما كان يتردد في الاقتراب من الصندوق، سمع صوتا خافتا، همسات كأنها تأتي من أعماق الكهف، تردد كلمات لم يستطع فهمها تماما، لكن فيها شيئا مألوفا كأنها تحثه على التقدم. التفت إلى الشاة والتي كانت تقف بجانبه تراقب المشهد بنظرات مدهشة، وكأنها تنتظر ردة فعله، وابتسم قائلا لها: يبدو أنك قد قدتني إلى هنا لسبب ما. أتساءل إن كنت تعرفين السر وراء هذه الهمسات. تردد قليلا ثم قرر تجربة الكلمة التي قالها سابقا مازحا. أخذ نفسا عميقا وهمس بثقة: افتح يا سمسم. وفورا وكأن الكلمة السحرية قد أشعلت سحرا خفيا في المكان، بدأت الجدران تهتز ببطء، وظهر باب صغير في الجانب الآخر من القاعة، وكأنه استجاب للكلمة السرية. لم يكن حسان مصدقا، فقد كان بين الحلم والواقع، لكن شجاعته دفعته نحو الباب بحذر شديد. انحنى قليلا، دخل من خلاله ليجد نفسه في ممر ضيق يفتح على قاعة أكبر وأكثر إبهارا. ما إن خطى داخل القاعة حتى أذهله منظر صناديق كنوز مصفوفة بعناية، ومجوهرات وأحجار كريمة تتلألأ بضياء خافت تحت ضوء خفي منبعث من ثقوب في سقف الكهف. تنفس بعمق متفاجئا بما رآه أمامه، وهمس قائلا: حقا لو حكى لي أحدهم هذه القصة لما صدقت، وكأنني وجدت كنزا من قصص الخيال. نظرت إليه الشاة الصغيرة نظرة مليئة بالدهاء وكأنها تخفي سرا ما، فتساءل حسان ضاحكا: هل أنت حارسة هذا الكنز أم أنك مجرد شريكتي
في هذه المغامرة العجيبة. وفي هذه اللحظة أدرك حسان أنه ليس مجرد راعي أغنام عادي، بل بات مغامرا وعلى أبواب مغامرة لم يكن يتخيلها. عندما ألقى حسان نظرته الأولى على الكنز المكنون في عمق الكهف، شعرت عيناه بثقل اللمعان الساطع من الذهب والجواهر المتناثرة، وكأنها قطرات من ضوء القمر. كانت الصناديق الخشبية مرصوفة بعناية، تعلوها الزخارف والنقوش البديعة، وكأن كل صندوق يحكي قصة خاصة به، مختبئا بين صفحات الزمن. توقف حسان للحظة يتأمل هذا المنظر الخلاب، والشعور بالدهشة يمتزج بشيء من الرهبة. همس لنفسه وكأنه يحاول إقناع ذاته بما يرى: أيمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ هل فعلا قد عثرت على كنز مثل هذا؟ تقدم بحذر نحو أحد الصناديق وقلبه ينبض بسرعة، وكأن هذا الصندوق يحوي بداخله كل أحلامه التي كانت في يوم من الأيام مستحيلة. وضع يده بتردد على الصندوق، أحس بخشونته وكأنه يصافح التاريخ، وبحركة بطيئة رفع الغطاء. ما انفتح حتى انعكست الأضواء المتلألئة من داخل الصندوق مغمورة بالذهب والمجوهرات. لم يستطع كبت ضحكة صغيرة مغمورا بحماسة الطفل وهو يكتشف سرا لأول مرة، وقال: يا الله، حتى في أعظم أحلامي لم أتخيل نفسي أقف أمام مثل هذا الكنز. كان ينظر إلى الحلي والجواهر بتأمل وكأنها تتحدث إليه. فجأة شعر بلمسة خفيفة على ساقه، التفت ليرى الشاة الصغيرة التي جاءت تنظر معه إلى محتوى الصندوق. ابتسم وقال مازحا: أتظنين أنني سأتخلى عن نصيبك من هذا الكنز أيتها الرفيقة المخلصة؟ ضحكت عيناه وهما تلمعان ببهجة غامضة، لكنه سرعان ما استدرك نفسه وقال بصوت جاد وكأنه يحادث الكنز نفسه: لكن ماذا سأفعل بهذا الكنز؟ لا يمكنني حمله بكامله، ولن يصدقني أحد إن عدت ومعي ما وجدت هنا. أخذ قطعة صغيرة من الذهب، رفعها أمام عينيه، أخذ ينظر إليها بتأمل وكأنها تمثل له عالما جديدا مليئا بالفرص. همس لنفسه قائلا: ربما لن أحمل الكثير، فقط القليل الذي يكفيني ويكفي أهل القرية. ثم رفع رأسه وحدق في أرجاء الكهف كأنما يعد نفسه على عيش هذا السر. كان يعلم أنه قد عثر على شيء أعظم من كنز مادي. لقد وجد مغامرة، حلما تحقق تحت الأرض وفي مكان لم يعرفه أحد. بعدما أغراه الكنز الذي أمامه، جلس حسان متأملا كل تلك الثروات العظيمة، محتارا بين رغبته في الاحتفاظ بها وبين شعوره بأن هذا المكان لا يجب أن يمس. كانت فكرة العودة إلى القرية مغرية، أن يكون قادرا على تحسين حياته وحياة أسرته، بل ومساعدة الجميع. لكن في أعماق قلبه كان هناك صوت خافت، همسات تخبره بأن هذا الكنز ليس له وحده، بل هو جزء من هذا المكان وملك له. نظر إلى الشاة الصغيرة والتي بدت وكأنها تفهم حيرته، اقترب منها وهمس مبتسما: أنت أيتها الشقية، كنت السبب في كل هذا. هل تعتقدين أنه من الصواب أن أخذ شيئا من هذا الكنز؟ نظرت إليه الشاة بعينيها الهادئتين وكأنها ترشده بصمت، فأدرك أن قراره يجب أن يكون مبنيا على ما يشعر به بداخله، وليس فقط على بريق الذهب الذي يلمع أمامه. قرر أن يأخذ شيئا بسيطا فقط، رمزا لهذه المغامرة،
شيئا يمكنه الاحتفاظ به ليذكره دوما بهذه اللحظة الساحرة. وقف واتجه إلى أحد الصناديق الصغيرة وفتح غطاءه برفق. كان الصندوق يحتوي على عقد من الأحجار الكريمة اللامعة، فتناول حجرا واحدا صغيرا ووضعه في جيبه. همس لنفسه: ليكن هذا الحجر رمزا لهذه الرحلة وحافزا لي لأبني مستقبلي بجهدي أنا. بعدها عاد إلى منتصف القاعة وألقى نظرة أخيرة على المكان بكل تفاصيله. كان هناك شعور داخلي يغمره، شعور بالامتنان من هذه المغامرة العجيبة، وكأنه حصل على شيء أثمن من الكنز نفسه. ثم نظر إلى الشاة وقال ضاحكا: حسنا، هل أنت مستعدة للعودة إلى الديار؟ لقد حصلنا على ما يكفي من الإثارة لهذا اليوم. بدأ يسير بخطوة ثابتة نحو المخرج، والشاة تتبعه وكأنها تحرسه في طريق العودة. كلما اقترب من نهاية الكهف شعر وكأن قلوب الصخور حوله تودعه بصمت، وتلك الهمسات القديمة ترافقه بخفة، كأنها تقول له أنه سيبقى جزءا من هذا المكان حتى بعد خروجه. وفي لحظة خروجه من الكهف وقف عند المدخل، استنشق الهواء النقي للحرية بعمق، وابتسم قائلا بصوت عال: إلى اللقاء أيها الكهف السري، سأبقى ممتنا لك ولما منحته لي من شجاعة وحكمة. ثم عاد يسير على الطريق المؤدي إلى القرية والشاة إلى جانبه، وكأنهما عاد من رحلة خاصة، رحلة لن يصدقها أحد، لكنها ستظل محفورة في قلبه إلى الأبد. عندما اقترب حسان من حدود قريته كان اليوم قد قارب على الغروب، وكان الهواء مليئا برائحة الحقول الناضجة، والشمس تلامس الأفق بلطف وكأنها تودع السماء. نظر إلى القرية التي نشأ فيها بعينين تحملان نظرة جديدة، فقد أصبح يرى هذه الأماكن المعتادة بروح مختلفة، كأن مغامرته في الكهف منحت كل شيء حوله معنى أعمق. كانت الشاة بجانبه تتقدم وكأنها هي الأخرى عادت من مغامرة عظيمة. ضحك حسان وقال لها بمزاح: أتعلمين، لو كان هناك من سيصدق قصتي ستكونين أنت، ولكن لنبقي هذا سرا بيننا كي لا يظن أهل القرية أنني قد فقدت عقلي. عندما اقترب أكثر استقبله بعض أهل القرية، وقد بدت الدهشة على وجوههم لرؤيته عائدا في هذا الوقت المتأخر ومعه شاته التي كانت قد اختفت منذ الصباح. اقترب منه رجل مسن يدعى الشيخ جابر، وهو حكيم القرية، وسأله بابتسامة ماكرة: أين كنت طوال اليوم يا حسان؟ وكأنك كنت في مغامرة بعيدا عنا. ابتسم حسان بحذر ثم أجاب بابتسامة خفيفة: قد تقودني شاة هاربة إلى أماكن لا يمكنني أن أصفها يا شيخ جابر، أماكن لو حكيت عنها لما صدقني أحد. هز الشيخ رأسه وهو يضحك وقال: أحيانا تقودنا الحياة إلى مغامرات لا نفهم مغزاها، لكننا نعرف أنها غيرت فينا شيئا للأبد. هل شعرت بذلك يا حسان؟ تفاجأ حسان بسؤال الشيخ جابر، والذي بدا وكأنه يعلم ببعض ما مر به، لكنه أجابه بإيماءة صغيرة وكأنه يعترف بالأمر دون أن يبوح بالتفاصيل. ثم انطلق متجها إلى منزله، بينما تتبعه الشاة بخطوات واثقة، وكأنها أحست أيضا بأنها قد عادت إلى مكانها الطبيعي. دخل حسان منزله واستقبلته والدته بقلق كبير. أين كنت يا بني؟ لقد أقلقني غيابك طوال اليوم. طمأنها بحنان وأخبرها بأن الشاة الهاربة قادته إلى رحلة بعيدة في أطراف الجبال،
لكنه عاد سالما، لكنه أخفى عنها ما شاهد، كونه شعر أن هذه التجربة كانت شخصية، وفضل الاحتفاظ بذكرياتها لنفسه. في تلك الليلة جلس حسان في غرفته بهدوء، أخرج الحجر الكريم الذي أخذه من الكهف وأمسكه بين أصابعه متأملا بريقه الخافت. شعر بسلام داخلي، وكأن هذا الحجر يحمل بين طياته كل الذكريات والمشاعر التي عاشها في مغامرته. همس لنفسه قائلا: هذا ليس مجرد حجر، بل هو رمز لقوة الحياة التي تسري فينا، لحب المغامرة، للشجاعة التي نحتاجها لمواجهة المجهول. ثم وضع الحجر بجانب سريره، أغمض عينيه لينام، وهو يحمل في قلبه شعورا جديدا بالامتنان والأمل. في صباح اليوم التالي استيقظ حسان بنشاط غير معتاد، وكأن مغامرته في الكهف قد منحته طاقة جديدة. استنشق هواء الصباح النقي وأحس بفرح داخلي يدفعه لبداية يوم جديد. تذكر الحجر الكريم الذي أخذه من الكهف فابتسم برفق. أخذ يفكر في كيفية استخدام هذا الكنز الصغير ليعود بالنفع على أهل قريته. خلال طريقه إلى السوق التقى بحمدان صديقه القديم، والذي كان يعاني مؤخرا من ضائقة مالية جعلته بالكاد يستطيع توفير قوت يومه لأسرته. كان وجه حمدان شاحبا وعيناه تحملان عبئا ثقيلا. اقترب منه حسان وابتسم قائلا: صباح الخير يا حمدان، يبدو أن اليوم ملائم لنبدأ شيئا جديدا، أليس كذلك؟ نظر حمدان إليه مستغربا وقال: يا حسان، كنت أتمنى أن أشاركك تفاؤلك، لكن الأيام كانت قاسية مؤخرا. وضع حسان يده على كتف حمدان بمحبة، ثم أخرج الحجر الكريم من جيبه وأراه لحمدان، والذي أصابته الدهشة. كانت عيناه تتسعان مع انبهار كبير، وقال: ما هذا يا حسان؟ لم أرى مثل هذا الحجر في حياتي. أجابه حسان بابتسامة ودودة: إنه حجر وجدته خلال رحلتي بالأمس، وقد جلبته كهدية بسيطة. أريدك أن تأخذه وتبيعه لتبدأ مشروعا جديدا يساعدك ويعينك على حياتك. إنه ليس بالكثير، لكنه قد يكون بداية جيدة. كان حمدان مترددا ينظر إلى الحجر وكأنه يحمل حلما مستحيلا، لكنه لم يكن يعرف كيف يقبل هذه الهدية، فقال بخجل: لا يا حسان، لا أستطيع أخذ هذا منك، إنه كنز بحق، وأنت من وجدته. ضحك حسان برفق وأجاب: اعتبره نصيبك يا حمدان، ولعلي أنا فقط الوسيط بينك وبين هذا الحجر. الأيام علمتني أن الكنز الحقيقي هو ما نشاركه مع الآخرين، لا ما نحتفظ به لأنفسنا. شعر حمدان بالامتنان وأخذ الحجر بحذر، شاكرا حسان من كل قلبه. وعده أن يستثمر هذا الحجر بعناية ويبدأ بمشروع صغير في السوق ليعيل أسرته. تابع حسان سيره مبتسما، وأحس بفرحة عارمة تجتاح قلبه، فقد أدرك أن مغامرته لم تكن عبثية، وأنه قد بدأ في تحويل الكنز إلى بركة تمتد لتشمل الآخرين. وفكر في نفسه قائلا: ربما لم يكن الهدف من هذه المغامرة أن أملك كنزا، بل أن أتعلم قيمة العطاء. في تلك الليلة جلس حسان مجددا بجوار والدته، وقد لاحظت التغير في سلوكه، فسألته بفضول وحنان: يا بني، يبدو أنك قد أصبحت شخصا مختلفا بعد رحلتك بالأمس، هل لديك سر تريد أن تخبرني به؟ ابتسم حسان وأجاب برقة: ليس سرا يا أمي، بل مجرد دروس تعلمتها. أدركت أن العطاء هو الكنز الحقيقي،
وأنه ما يجعل حياتنا غنية وسعيدة. وبينما كانت الأم تستمع لكلمات ابنها شعرت بالفخر والطمأنينة. أدركت أن ابنها قد كبر وأصبح رجلا يحمل قلبا عظيما. ومع انتشار الخبر في القرية عن الحجر الكريم الذي قدمه حسان لحمدان، بدأت الهمسات تتعالى بين الناس، مزيج من الدهشة والإعجاب. كان أهل القرية يعتبرون ما فعله حسان عملا غير عادي. تدفق عدد منهم إلى منزله في اليوم التالي، بعضهم ليشكره على كرمه، والبعض الآخر يسأله عن مغامرته. لم يكن حسان يتوقع هذا الاهتمام الكبير، لكن قلبه امتلأ بالفرح لرؤية أثر فعلته الطيبة. وبينما كان جالسا تحت شجرة التين الكبيرة أمام منزله، تجمع حوله بعض الأطفال والذين كانوا يراقبونه بفضول. اقتربت طفلة صغيرة تدعى ليلى وقالت بخجل: عمي حسان، هل يمكن أن تحكي لنا قصة؟ هل الكنز حقيقي؟ وكيف وجدته؟ ابتسم حسان ودعاهم للجلوس حوله، وبدأ يروي لهم القصة بطريقة مرحة ومشوقة، محاولا أن يبقي التفاصيل المثيرة دون التعمق في كل سر. كان الأطفال يستمعون بعيون متسعة وقلوب متلهفة، وكأنهم يعيشون المغامرة معه. وعندما انتهى من القصة همس لهم: لكن تذكروا يا أطفالي، الكنز ليس فقط من الذهب والأحجار الكريمة، بل في الشجاعة، في المحبة، وفي مشاركة الخير مع الآخرين. ثم أخرج من جيبه قطعة صغيرة من الحجر الكريم، كانت أقل لمعانا لكنها تحمل رونقا جميلا، وأعطاها لليلى وقال لها: هذه لك يا ليلى، لتتذكري دائما أن الأمل يمكن أن يكون بداخلنا، وأنه علينا البحث عن الخير في كل مكان. أخذت ليلى الحجر بسعادة غامرة، وكأنها قد حصلت على أثمن هدية في العالم. وبالفعل كانت هذه اللحظة الصغيرة مليئة بالأمل والسعادة، لدرجة أن باقي الأطفال شعروا بدفء خاص يتدفق في قلوبهم. بعد رحيل الأطفال اقترب من حسان الشيخ جابر الحكيم الذي اعتاد أن يراه كمرشد. جلس بجانبه وقال بصوت هادئ: أراك قد نثرت بذور الأمل في قلوب هؤلاء الأطفال يا حسان. الكنز الذي وجدته قد يتلاشى بمرور الزمن، لكن الأثر الذي تتركه في نفوس الناس سيبقى. كان حسان في كل مرة يحس فيها أنه بحاجة إلى بعض الأحجار الكريمة أو بعض الذهب، يذهب إلى الكهف سرا ويأخذ منه شيئا مما يحتاجه. في الأيام التالية بدأ حسان يعمل على مشروعه الجديد، حيث قرر إنشاء سوق صغير يجمع فيه أهل القرية، ويكون منصة لتبادل المنتجات المحلية والأفكار. اجتمع مع حمدان وعدد من القرويين وشاركهم رؤيته. أبدوا حماسة كبيرة للفكرة، فبدأوا بالتخطيط والبحث عن كيفية تنظيم السوق. كان حسان يتجول بين المزارعين وأصحاب الحرف، يستمع إليهم ويشجعهم على الانضمام إلى مشروعه. كانت الأجواء مليئة بالضحك والفرح، وكأن روح التعاون تعيد الحياة للقرية من جديد. في كل مرة كان يقابل فيها أحدهم كان يردد: كل واحد منا يحمل كنزا خاصا في قلبه، دعونا نخرج هذا الكنز إلى النور. ومع مرور الوقت بدأ السوق يتشكل، حتى أصبح مكانا يجتمع فيه الجميع من البائعين إلى المشترين، ومن الأطفال إلى الكبار. بدأ الناس يتبادلون الأفكار والابتكارات، مما أضفى أجواء من الفرح والألفة بين الجميع. وفي يوم الافتتاح تجمع أهل القرية في الساحة. كان هناك أجواء من الفرح والبهجة، تناثرت الألوان
وعزفت الموسيقى، وامتلأت الأجواء برائحة الخبز الطازج والحلويات. كان حسان يقف في وسط السوق يراقب سعادة أهل القرية وشعورهم بالإنجاز والحماس. بينما كان يتجول بين الأكشاك شعر بيد ناعمة تلمس ذراعه. التفت ليجد ليلى الطفلة التي أعطاها الحجر، وقالت بفخر: انظر يا حسان، لقد ساعدت أمي في إعداد هذه الحلويات، لقد أفرحها ذلك، أنت السبب في أنني قررت أن أساعدها. تأثر حسان بشدة، وأحس أن تلك اللحظة تجسد كل ما كان يسعى إليها. أجابها بلطف: إنما قمت به هو مثال حي على قوة الأمل والعطاء. استمر في فعل الخير وستجدين دائما ما يسعدك. مع مرور الأيام بدأت التحديات تظهر. اجتمع بعض التجار من القرى المجاورة وشعروا بالغيرة من نجاح سوق حسان. حاولوا نشر الشائعات عنه محاولين تقويض المشروع، لكن حسان لم يستسلم، بل استمر في دعمه بالحب والتفاؤل. تذكر كلمات الشيخ جابر، فكان يلتقي بالناس ويتحدث إليهم ويؤكد لهم على أهمية الوحدة والتعاون. وفي إحدى الجلسات ألقى كلمة مؤثرة أمام الجميع: علينا أن نؤمن بأن النجاح ليس في المال فقط، بل في الروح الجماعية والتعاون الذي يجمعنا. دعونا نثبت للجميع أن قوتنا تكمن في وحدتنا. تأثرت قلوب أهل القرية بكلماته، وبدأوا يعيدون بناء ثقتهم بأنفسهم. شارك الجميع بمجهودهم واستمروا في تعزيز السوق وتطويره، مما جعل التجار الآخرين يغيرون رأيهم ويتقبلون فكرة التعاون بدلا من المنافسة. مع مرور الوقت بدأ السوق يجذب المزيد من الزوار، وليس فقط من القرية بل من القرى المجاورة أيضا. أصبحت القرية مكانا يشع بالحياة والأمل، وكانت دكاكين الحرفيين والمزارعين تفيض بالمنتجات الطبيعية. كان الناس يتبادلون القصص والأفكار. وذات مساء اجتمع الجميع للاحتفال بنجاح السوق. كان هناك الكثير من الألعاب والموسيقى، وكانت الأجواء تعكس الفرحة والألفة. قدمت ليلى أداء غنائيا مع الأطفال، وكان الكل يرقص ويحتفل، مما جعل حسان يشعر بسعادة غامرة. ولكن وعلى الرغم من كل هذا النجاح، كان حسان يدرك أنه لا بد أن يأتي يوم يواجه فيه بعض المشاكل. وذات يوم سمع عن قافلة من اللصوص تحاول اقتحام السوق وسرقة البضائع، فتذكر الكهف وكيف كان قد اكتشفه بقلب مليء بالمغامرة، فقرر ألا يتخلى عن قريته. اجتمع مع أهل القرية واستشارهم حول كيفية حماية السوق. قال حسان بحماس: لن نسمح لأحد بأن يأخذ ما بنيناه بشق الأنفس. دعونا نتحد ونتعاون للدفاع عن هذا المكان والذي أصبحنا جميعا جزءا منه. تنبه الجميع للخطورة وبدأوا في وضع خطط لحماية السوق. أعدوا عدة وسائل للدفاع عن أنفسهم، ومع حلول الليل وضعوا الحراس في أماكن عديدة ووزعوا الأدوار، مما أضفى شعورا بالأمان بينهم. وفي الليلة الموعودة اقترب اللصوص من السوق، لكنهم واجهوا مفاجأة. وعندما حاولوا التسلل تفاجأوا بقوة أهل القرية ووحدتهم، وتشابكت الأيادي، وصد أهل القرية الهجوم بشجاعة وثبات، مستخدمين كل ما لديهم من مهارات وأدوات. وبعد معركة شجاعة تراجع اللصوص ونجحت القرية في صدهم. امتلأت الأجواء بالفرح، وصاح الجميع في احتفال كبير مهنئين بعضهم البعض على انتصارهم. كان هذا الانتصار هو رمز لنجاحهم في الوحدة. بعد تلك الليلة زاد تماسك أهل القرية، وتطور سوقهم بشكل أكبر، وأصبحت قريتهم مدينة كبيرة
بفضل اتحادهم وتعاونهم. وعين حسان واليا على المدينة. كان حسان يضحك دائما عندما يتذكر الشاة الشقية والتي قادته إلى الكهف الذي غير مصيره، حيث أصبح واليا بعد أن كان راعيا بسيطا. إلى هنا أحبائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.